اللي هحكولك دلوقتي مش حلم ومش فيلم رعب، دي حقيقة أنا عشتها بنفسي، ولو ما كنتش عشتها بعيني ما كنتش هصدق إن في كائنات تانية ممكن تشاركنا نفس المكان. قبل ما أبدأ صل على النبي واعمل لايك للفيديو ده وتابعني. القصة بدأت سنة 2017 يوم ما دخلت الكلية وحياتي اتقلبت 180 درجة بسبب التنسيق. لقيت نفسي في كلية في بلد بعيدة عن بلدي، اضطريت أدور على سكن وسألت معارف كتير لحد ما واحد اداني رقم سمسار، قال لي في شقة قريبة من الكلية 10 دقايق بس. قلت فرصة ما تتعوضش. اتكلمت مع السمسار على الواتساب واتفقت معاه، لكن المفاجأة انه قال لي انه مسافر الصعيد ومش هيكون موجود، وقال لي انه هيسيب لي المفتاح عند كشك تحت العمارة، وبعت له الفلوس على فودافون كاش وخلاص. بقيت مستني اليوم ده. وصلت القاهرة، خدت المفتاح من صاحب الكشك وطلعت فتحت باب الشقة، وهنا كانت الصدمة. كان في شاب غريب قاعد على الكنبة ساند رقبته وفاتح عينيه مش بيرمش. سلمت عليه مرتين مردش. دخلت اوضتي وغيرت هدومي، ولما خرجت لقيته اتعدل وبصلي وقال لي انا كريم، ساكن هنا بقالي 3 سنين. عدت الايام لكن حاجات غريبة جدا كانت بتحصل. انا عمري ما شفته بالنهار. كريم ما كانش بيظهر غير بالليل. بيقول لي انه شغال دليفري، بيخرج بدري ويرجع متأخر، والاغرب انه عمره ما دخل اوضتي الا لما يخبط ولازم انا اللي اقوم افتح له. حتى وانا بقول له ادخل الباب مفتوح يفضل يخبط لحد ما افتح بنفسي. كان بيجي كل ليلة يقعد يحكي بالساعات عن حياته وعن حبيبته اللي سابته، عن الاكتئاب اللي رماه بعيد عن اهله، وانا كل مرة كنت بحس ان الوقت بيطير كأني مسحور. ولما الفجر يأذن يقوم يسيب الأوضة ويمشي. لحد الليلة اللي غيرت كل حاجة. كنت في المطبخ الساعة 10 بالليل، فتحت التلاجة طلعت خيارة اخدت منها قطمة، ولما لفيت وشي لقيت كريم واقف عينه فاضية حمرة من جوه وبتنور في الضلمة. انا اتجمدت ووقعت على الارض. صحيت على سريري جسمي كله وجعني، قلت كابوس. لكن الصدمة لما فتحت التلاجة الصبح لقيت نفس الخيارة اللي قطمت منها محطوطة بنفس الشكل. بعدها بايام صاحب الشقة جه ياخد الايجار، قعدنا نتكلم ونهزر، وقبل ما افتح سيرة كريم هو قال لي بكرة هيجي طالب يقعد في الأوضة دي. قلت له باستغراب ايه هتطلع كريم؟ بصلي باستغراب اكبر. كريم مين؟ قلت له كريم من المنيا، شغال دليفري، ساكن هنا بقاله 3 سنين. الراجل وشه اتبدل، قام واقف وقال لي انت عرفت الكلام ده ازاي؟ كريم فعلا كان ساكن هنا بس مات من 3 سنين. حرامي دخل يسرق الشقة وهو فيها قتل وهرب. يعني اللي كان معايا كل الفترة دي، اللي قاعد يحكي لي واللي كنت بفتح له الباب كل ليلة، كان روح كريم الميت. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتابعني، لان الرعب الحقيقي لسه